خبر وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلب الدنيا على السوشيال ميديا، واللي هيتولى الرئاسة بعديه هو نائب الرئيس. تعال أقول لك إيه اللي حصل. خبر وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالب الدنيا حرفيا على السوشيال ميديا، ولكن الحقيقة إن الخبر ده أصلا إشاعة، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كويس ما فيهوش أي حاجة، وده أصلا كلام نائب الرئيس. ولكن الرئيس الامريكي حصل فيه اصابه كده في ايده، البقعه اللي ظاهره على الشاشه في ايد الرئيس الامريكي دونالد ترامب. البقعه ديت هي عباره عن مرض اسمه مرض القصور الوريدي المزمن، والمرض دوت بيبقى عباره عن خلل في الدوره الدمويه، ولكن المرض دوت جه للملكه اليزابيث قبل ما تموت. فالناس ربطت الحدث ده بان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كده حياته في خطر وان هو هيموت. نائب الرئيس الامريكي طلع وصرح وقال ان هو مستعد لتولي الرئاسة في حالة ان حصل حاجة للرئيس الامريكي دونالد ترامب، ولكن اكد ان الرئيس الامريكي بخير وما فيهوش اي حاجة. الغريب في الموضوع بقى ان في حاجات غريبة بتحصل في البيت الابيض. من ضمن الحاجات ديت، واوعى تستهفى اللي هقولك عليه دوت، ان نسبة طلب البيتزا بعد الساعة 12 بالليل زادت بنسبة 476%. وده المحللين يعني حللوا الموضوع دوت، ان كده في حاجات بيتخطط لها وفي تكتكة بتحصل في البيت الابيض. فانتوا بقى تفتكروا، هل هم عايزين يشيلوا الرئيس الامريكي دونالد ترامب ويخلوا نائب الرئيس هو اللي يمسك الحكم، ولا لأ؟